سلام، كي راكم؟ ان شاء الله قاعد تكونوا معايا وانتم تشوفوا في الفيديو نتاعنا اليوم، ومرحبا بكم في قناتي. اليوم جيت نشارك معكم طبق رمضاني، طبق جديد وحصري. جيت نشارك معكم طاجين اصابع الدجاج. شوفوا لي كيفاش يجي من الداخل، يجي بزاف بنين ويجي محشي بالفرماج، يجي بزاف بنين ويجي شاهي في الشكل نتاعه كيما راكم تشوفوا. وكاع هذا الطبق كنا درنا غير بنص صدر نتاع الدجاج زائد طراف الدجاج. الا كانت باحرت لك ديري لهم دوزيام بلا، ديري لهم هاد البلا سيداتي وخليهم ياكلوا صباعاتهم. راه اول حاجه بنات نقول لكم ديروا لي لايك للفيديو وضربوا دوره في قناتي وشوفوا راني حطيت لكم تحضيرات وعده وصفات رمضانيه. اول حاجه هنا في كيكوطه نديروا شويه نتاع الزيت مع شويه نتاع المارغرين ونديروا طرف نتاع الدجاج. تنجمي ديري غير طرف واحد نتاع الدجاج، زدت عليهم حبه نتاع بصل اللي كنت ديجا رابيتها مع حبه نتاع طوماطيس بهذا الشكل. شوفوا انا درت كلشي بارد في بارد، تنجموا تقلوا بالحاجه كيما تبغوا. درت شويه نتاع الزيتون اللي كنت قطعته ديجا ايفيلي، والزيتون خلوه حوالي 10 دقائق في ما يكون حامي. زدت لهم حبه تاع الكروطه مع ربعه فصوص نتاع الثوم، شويه نتاع المعدنوس اللي كنا قطعناها كيما هكا. نزيدوا عليهم الملح الحرار وشويه نتاع الكمون، ما تكثروش، ديروا غير شويه وندوهم نقلوهم. نخلو كامل هذوك المكونات يتقلوا لي غايه. انا كنت قليت كل شيء على ضربه واحده وكاع هكا، والبلان تاعكم رايح يجيكم بزاف بنين. واللي تبغي تقلي كل حاجه وحدها تقلي كل حاجه وحدها. انا بعد ما كنت قليتها غايه نجي ونمرقه بماء اللي يكون حامي. من جهه اخرى كنت درت شويه تاع الكركم شويه تاع الماء ونخيسها كيما هكا في المرقه، نخلوها من تغلى نبلعوا عليها الكيكوطه. بعد ما نبلعوا الكيكوطه تاعنا نروح نحضروا اصابع الدجاج. هنا عندي نص صدر نتاع الدجاج مع نص حبه نتاع بصل، نزيدوا عليهم حوالي 6 سنات نتاع الثوم، شويه نتاع المعدنوس اللي كنا قطعناها رقيقه، زوج مغارف كبار لا شابلور. بالنسبه للتوابل عندنا ملح حرار، توابل دجاج وشويه نتاع الكمون. بالنسبه للكمون انا ندير كميه جد قليله. نزيدوا عليهم صفار نتاع حبه تاع البيض ونخلطوهم غايه كيما هكا حتى نتحصلوا على خليط يكون متجانس. انا كنت خلطتهم بالسباتول، ما كانش عندي ليكون صراحه ما نحملش نخلط بيد. هذا هو الخليط اللي كنا تحصلنا عليه. نحطوه اكوتي ونروحو نجيبو البابي فيلم نتاعنا باش نشكلوا اصابع الدجاج. هنا نديرو كونتيتي تاع الدجاج كيما هكا بالنسبه للشكل وللحجم نتوما اللي تتحكموا فيه. انا كنت درتهم ماشي صغيرين بزاف وماشي كبار، حاجه باينه باش الطاجين تاعنا يجي الشكل نتاعه اشباب. نشكلو كيما هكا شغل غادي نديرو ميني رولي. نجيبو دي ترونش تاع الفرماج، نديرو الفرماج كيما هكا ونلوو عليه هذاك البابي فيلم ونزيرو. شوفوا من الدوره الاولى زيرو، غير دوروا البعجاج تاعكم كيما هكا زيرو، قعدوا تدوروا وتزيروا في نفس الوقت باش الحبه نتاعكم ولا اصابع الدجاج تاعكم يتشكل لكم شكل شباب ويجوكم مزيرين، ما يجوكمش مرخوفين. وكيما هكا نكونوا شكلنا اصابع الدجاج نتاعنا. تنجمي ديري شويه نتاع الزيت في يدك وتسقمي لها لا فورم نتاعها غايه، حطيتها كيما هكا في طبسي وروح نديرو حبه واحده اخرى مع بعض. هنا نديرو كونتيتي تاع الدجاج، نزيدو قطعه نتاع الفرماج من فوقها ونلوو وندورو ونزيرو تاني كيما هكا. وعاونوا روحكم بالبابي فيلم راح يعاونكم بزاف. وهنا نزيرو عليها التزييره التاليه، نسيو نسقمو لها لا فورم نتاعها، وهكا نكونوا شكلنا اصابع الدجاج نتاعنا. انا كملت كاع هذيك الكونتيتي وكانت خرجت لي حوالي 15 حبه كيما راكم تشوفوا. الحجم تاعهم متوسط. من جهه واحده اخرى كنت رحت حليت الكيكوطه تاعي ولقيت المرقه تاعي طايبه كيما راكم تشوفوا. واش غادي ندير دروك؟ غادي نقلع هذاك الدجاج، نسيباري هذاك الدجاج على المرقه هكا باش نحمروا الدجاج نتاعنا، وميم تاني قعدنا ليسباس باش نديروا اصابع الدجاج نتاعنا داخل هذيك المرقه. نقيسوا اصابع الدجاج تاعنا كيما هكا داخل هذيك المرقه. وهنا ما تلاخروش بالمغرف، لاخروا غير باليد، حركوا غير باليد نتاع الكيكوطه هذا مكان. نكملوا كيما هكا كاع الكونتيتي ونروح نحطوا الكيكوطه تاعنا فوق النار ونخلوها تكمل الطيب حوالي 20 حتى 25 دقيقه على حساب. سينو بلي عليهم الكيكوطه تبولك بالخف. هنا خليتهم يكملوا طيبوا. من جهه واحده اخرى رحت للدجاج تاعي كنت دهنته كيما هكا بشويه نتاع المارغرين ولا بشويه نتاع الزبده، ونديروه يتحمر في الكوشه ولا في الكويزينير نتاعكم حتى يدينا هذاك اللون الاحمر. بالنسبه للتحمار تاع الدجاج نجمي تحمريه كيما تنجمي تخليه كيما راه، هادشي اختياري كيما تبغي نتيا. من جهه واحده اخرى سي بون المارغان تاعي ولا طاجين تاعي راه طاب والدجاج نتاعي راه تحمر. وبالنسبه للبلان تاعك تقدميه كيما تبغي. انا كنت قدمتها بهذه الطريقه، فرغت المرقه تاعي في لاصيات، زدت فوقهم كيما راكم تشوفوا هذاك الدجاج وشكلت اصابع الدجاج نتاعي بهذه الطريقه. وهذه هي فكره التقديم. وما ننسوش اكيد المعدنوس اللي راح تزيد لنا النص في البلا نتاعنا. وانا كنت حليت معكم حبه باش تشوفوا لي القوام تاعك يجي من داخل. شوفوا هذاك اصابع الدجاج يجوا يذوبوا في الفم، يجوا بزاف بنان، ويجوا محشيين عفوا بالفرماج كيما راكم تشوفوا. يعني اللي ما دارتش هذا البلا راهي ترى طيتان يجيكم بزاف بنين. كيما تنجموا ديروا تقلعوا الزيتون وتقلعوا الكروطه وديروا في بلاصته الحمص.
باسكو أنا مداري نديره كيما هاكا، وهاد الخطرة قُلت نشارك معاكم بهاد الطريقة، الخطرة الجاية نشاركه معاكم يعني بالوصفة الأصلية نتاعه. شوفوا الشيرات إلا كان عجبكم الفيديو وعجبتكم الوصفة ديروا لنا لايك للفيديو، اللي ما يجرى أبوني نقول لك ديري أبوني، فعلي الجرس هاكا باش يوصلك كل جديد، وهذه هي الوصفة تاعنا اليوم.